النهاردة عايزة أكلمكم عن هرمون الجوع. إيه دكتور هرمون الجوع؟ هرمون الجوع ده اسمه الجرالين هرمون. الجرالين هرمون ده بيتفرز من المعدة، وهو ده اللي بيحسسك أو بيديك الشعور بأنك محتاج تاكل أو عندك شهية للأكل. وبالتالي لو الهرمون ده زاد إفرازه جدا هيبتدي يزود الشهية جدا وهتعاني من السمنة. طب ازاي يا دكتور نسيطر على الهرمون ده ونخليه ما يعلاش قوي في الدم او ما يزيدش قوي عندنا عشان شهيتنا تبقى معتدلة وما نبقاش بناكل اكلات او وجبات كتير او نعمل سناكينج كتير؟ تعالوا اقول لكم ازاي. اول حاجة هنفكر فيها ان احنا ما ناكلش اي سكريات او نشويات فقط على معدة فاضية. وحتى السكريات اقصد بالسكر البسيط او سكر الفاكهة ما ينفعش يتاخد على معدة فاضية. يعني لو بقالي ساعتين ما اكلتش ما ينفعش اروح واخدة ثمرة فاكهة من غير ما ادي معاها حاجة زي البروتين او المكسرات تعطل امتصاصها في الدم. لان لما سكر الدم بيعلى هرمون الانسولين بالتالي بيعلى وبيزود معاه هرمون الجرانين. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة ههتم بالمية والنوم كويس، وكمان الالياف في الاكل والبروتين في الاكل. كل الحاجات دي لو عملتها هحافظ على هرمون الجرانين ومش هجوع ابدا. ودمتم بخير. ولو عايزين تسألوا اي حاجة هستنى رأيكم واسئلتكم في الكومنتس.